أفضل فيديو تعريفي بالإسلام في هذا رمضان المبارك كان من الجزائر، وكان للشيخ وليد مهساس مع هذا القط. يعني هذا الفيديو انتشر بسرعة البرق في كل مواقع العالم، خاصة في وسائل الإعلامية الكبرى كالCNN، الBBC، رويترز. يعني وكالات عالمية كثيرة قامت بنشر الفيديو ولقى تفاعل إيجابي كبير من طرف العديد من الناس. الفيديو أولا انتشر عبر موقع تيك توك، حيث في اليوم الأول من انتشاره وصل تقريبا إلى 7 مليون إعجاب وملايين المشاهدات. وبالتالي هذه الوكالات العالمية لم تجد يعني أي حجة أخرى أو أي عذر إلا إعادة نشر هذا الفيديو لينتشر أكبر ويجد تفاعل كبير من الناس، ويتكلم عن إنسانية الإسلام وحضارية المسلمين. يعني الكثير من التعاليق الإيجابية ومن التفاعل الإيجابي من كل دول العالم، خاصة من أمريكا، بريطانيا، كل الدول الأوروبية، كل الدول الآسيوية. الكثير كثير في ما قبل، كما كنا نعرف، كانت أغلب الأخبار عن المسلمين هي سلبية، والآن موقع تيك توك أصبح يتحدى هذه المواقع الغربية التي كانت يعني لديها تحتكر نقل الأخبار وانتقاء ما هي الأخبار التي ستنقل للعالم، وما هي الأخبار لا تنقل ستنقل شكل إيجابي أو شيء إيجابي عن منطقة ما أو شيء سلبي. وبالتالي موقع تيك توك الذي ينطلق من الصين لديه طريقة أخرى في التعامل ولوغاريتمات أخرى ومصالح وأجندة مخالفة عن الأجندة الغربية. وبالتالي فأحيانا الآن أصبح عندما ينتشر شيء في التيك توك فلا بد من لوغاريتمات هذه وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وتويتر والانستغرام وكل هذه الأمور، إلا أن تتابع الحدث أيضا وأن تنشر أيضا خبر. وكما قلنا، البعض علق قال مثلا عن المسلمين أنهم يحبون القطط. يعني أغلبية 99% من التعاليق التي شفت كانت إيجابية. بعض التعاليق صغيرة جدا كانت حذرة وكانت تتساءل لماذا يتم الآن الترويج للمسلمين، أو المسلمين يتعاملون مع القطط بشكل جيد أكثر من التعامل مع الكلاب، أو أشياء كهذه. لكن الأغلب تحدث مثلا عن طريقة الإمام الذي لم يفقد تركيزه وتعامله الجيد والإنساني مع القط، وكذلك أن القط يحب القرآن أو يحب طريقة الترتيل والتجويد. وبعض الناس أيضا قالوا أنهم عندما يستمعون إلى طريقة ترتيل القرآن يحسون بالهدوء ويتساءلون لماذا. يعني كانت أشياء جد إيجابية، وأعتقد أن أشياء كهذه هي جيدة للمسلمين وجيدة للإسلام، وهذه هي الصورة الحقيقية التي يجب أن تنتشر على الإسلام وعلى المسلمين، وليس الانتقائية التي تركز فقط على الأشياء السلبية التي تتكرر أيضا بفعل أن المسلمين أحيانا يصدقون هذه الصورة المنتشرة عليهم. ليس فقط الآخرين، المسلمين أيضا يصدقون هذه الصورة ويبدأون في التعامل بتلك الطريقة. عندما ننشر أشياء إيجابية عن الإسلام والمسلمين ونصبح أيضا نصدق أنفسنا على أننا أناس إيجابيين، أناس نتعامل بحضارية معنا، مع محيطنا، مع الحيوانات، فهذا أيضا جيد لنا أيضا لتكون لنا صورة جيدة عن أنفسنا وثقة أكبر في أنفسنا.